الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله أحمده تبارك وتعالى على ما بسط من نعمائه في سائر الأيام، وعلى ما مد من موائد ضيافته في هذه الأيام. أحمده تبارك وتعالى وأشكره الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيا عباد الله، يا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن يومكم هذا يوم عيد كبير، هو العيد الأكبر، أكبر أعياد العالم من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، حيث أمر بذبح ولده إسماعيل وخدعه بالتبشير الجليل، فكانت سنة مستمرة إلى يومنا هذا. فنهر لهذه السنة من الأغنام والإبل والبقر ما لو اجتمعت دماؤها لجرت فيها السفن، وهي سنة مستمرة إلى يوم الدين. فذبح ضحايا في هذا اليوم أفضل من عتق الرقاب، وأفضل من الصدقة بثمنها، وهي واجبة على مالك الإمام لمن استطاع، لكل حر مستطاع غير حاج في منن، والمستطيع من لا يحتاج إلى ثمنه في معاشه في العام، ولا يتصلف له على خلاف في ذلك. وأقل ما يجزئ من الضأن الجزاء، ومن المعز والإبل والبقر الثنية. ويندب التكبير في هذا اليوم من خروج الإنسان من منزله حتى يجيء الإمام أو يقوم للصلاة. ويندب التكبير بعد ظهر هذا اليوم إلى صبح رابعه. ولفظه عند مالك الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والصدقة في يوم العيد أفضل من الصدقة في يومه ب70 درجة، ب70 ضعفا. ومن جاء من طريق فليرجع مع طريق أخرى فذلك أوفر للأجر. وفي الحديث إن الله تبارك وتعالى يطلع في العيدين إلى المصلى فابرزوا من المنافذ تلحقكم رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك بشيء. وأخرج الصدقة فإن المرأة تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى
فقد قال جل من قائل فاذكروني أذكركم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.